يلا يا زيزو. اي ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ فاول. اول ما الحكم يظلمك يبقى ربنا هيكرمك. مالك يا ولد؟ طب ينفع كده اضربوا لي الواد اللي حيلتي؟ اوعى تضيعها صلاح وحياة امك. هو ايه اللي حصل في ماتش مصر وجنوب افريقيا؟ قمة المجموعة المنتظرة، الماتش اللي بيقولوا عليه اول اختبار حقيقي لحسام حسن. واما هتبص على التشكيلة اللي حطيتها كابتن حسام مش هتبقى فاهم ايه الفكرة اللي هو نازل يطبقها. مرموش، زيزو، صلاح، تريزيجيه. ايه يا كابتن حسام؟ امال مين اللي هيدافع؟ يلا ربنا يستر وما تحصلش الدراما اللي حصلت الماتش اللي فات. اتحرك حلو قوي يا ولد. محمد هاني راح حلو، عرضية مثالية. فيها فيها يا اخوانا الحاجات دي بتبوظ لي اعصابي. مد رجلك ابو صلاح، مد يا جدع ابو صلاح، انا معتمد عليك، انا عايز واحده بس. كابتن محمد هاني انا مش عارف بقلق ليه لما انت بتعمل اداء كويس. خير 12 دقيقه والمنتخب بتاعنا شكله حلو، ومنتخب جنوب افريقيا مش عارف يطلع من نص ملعب. ودي واحده كنترول عالمي من ابو مكه زيزو. يلا يا زيزو، واحده. ها اي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ فاول يا حكم. بص الضرب حسبها الحمد لله. ديلا اللي هو رقم 13 مرة تانية ملعوبة من زيزو، حلوة الرأسية. التلاتة يحبونها. لا التلاتة هينقطوا حسام حسن وهينقطونا معاه. ودي واحدة جميلة مع مرموش، تريزيجيه فاضي. اي طرد دي يا حكم، دي طرد اقسم بالله. انذار ايه بس يا جدع؟ ده انت جاحد. ايه ده؟ هدف من أهداف البريمير ليج، لكن راحت إلى خارج الملعب. يا دين النبي، يمين سنة. وكان هيبقى واحد من احلى اهداف البطولة. فات نص الشوط الاولاني وبجد المنتخب شكله حلو قوي، او على الاقل دفاعيا كابتن حسام حسن عامل خطة خلت منتخب جنوب افريقيا ما شمش الجون لحد دلوقتي. كلها هجمات شبه اللي حضرتك شايفها دي، الدفاع عندنا بيقضي عليها قبل ما تبتدي. وهنا الحكم بيصفر وتقريبا ادى انذار لحد محمد هاني. بص يا هاني انت وكابتن حسام، اول ما الحكم يظلمك يبقى ربنا هيكرمك. انا بحب الجماهير الافريقيه قوي يا جماعه، بس جماهيرنا احنا غير. مفاولين لمصر ما يستغلهمش بشكل مميز. مرة تانية استلام صلاح في انطلاقة، محمد صلاح عايز يسيطر على الكورة لكن على طول المرة دي وتدخل من جانب اللاعب موداو. حيران والكرة هنشوف امامنا اهو. الكرة اللي فاتت هنشوف محمد صلاح في اللقطة. بص امامنا هنا، بص موداو. اوعى وشك الراجل. ايه ده؟ ايه مالك يا ولد؟ مالك يا حبيبي؟ طب ينفع كده اضربوا لي الواد اللي حيلتي؟ ايه يا حكم؟ انت بتفكر في ايه يا حكم؟ ايه ده الحكم راح يشوفها بجد؟ دي شكلها هتبقى ضربة جزاء بجد. للمنتخب المصري هنا في هذه اللحظة. ركلة جزاء للمنتخب المصري. انت ده اللي ضربت صلاح؟ طب غور من هنا. ايه ده؟ طب وانا مالي يا لمبي؟ هو عشان ما ترغيش معايا كتير. وانت خد تعالى بتطير عين محمد صلاح، ما لقيتش غير ده. ما عملتلوش حاجة يا كابتن وربنا. يلا يا راجل بلا كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابل. يلا ابو صلاح انا معتمد عليه. اوعى تضيعها صلاح وحياة امك. الجزاء محمد صلاح عملها له وسجلها. بانينكا. وكالعادة يا سادة محمد صلاح بيحط ضربة جزاء بكل روقان وهدوء، بيسجل الهدف الأول لمنتخب مصر. نركز بقى ونلعب كورتنا. العقدة بينها اتفكت ولا إيه؟ ده وقت المنتخب المصري فيه يحط الجون التاني. إيه ده؟ فيه إيه؟ ماله ده؟ إيه ده؟ كارت أحمر لمين ده؟ ولا مين عمل إيه؟ هو إحنا يا جدعان مش مكتوب لنا نفرح؟ ده إحنا ما كملناش ثانيتين. طب مين اللي اتطرد؟ طيب ياسر ولا هاني ولا مين؟ لا إله إلا الله. منتخب مصر لازم يحصل معاه أي دراما. خد تعالى يا حاج، انت مالكش دعوه، انت راجل كبير يا عم. يلا يا ابو صلاح بالله عليك لموا لي النوش اللي انتوا عاملينه ده. انا بس نفسي افهم ايه اللي حصل، مين عمل ايه ولا مين اللي اتطرد. صلي على النبي يا كابتن حسام بالله عليك ما تضرب الحكم. استنى بس يا كابتن حسام اما نشوف الفاول. لا الصراحه انذار يا محمد يا هاني. قلت لك بقى لا لما بتعمل اداء عظيم. الله يكون في عون كابتن حسام اللي بيحاول يفوق لعيبته. والحكم بيصفر نهايه الشوط الاول. بيبدا الشوط الثاني وكلنا حاطين ايدينا على قلبنا. المنتخب هيكمل 45 دقيقة ب10 لعيبة بس. بتشوف إمام عاشور في الملعب ولسان حالك كمشجع بيقول يا رب نطلع تعادل بس وما تفتحش. جنوب إفريقيا بيهاجموا بكل قوتهم وإحنا بندافع بكل قوتنا. أمانة عليك يا شناوي لا تركز وترجع بتاع زمان. أيوة هو ده المنتخب لو عايز يكسب النهاردة فإحنا محتاجين الشناوي بتاع زمان. عاوزين الشناوي الخارق اللي ما بيفوتش ولا بيعدي حاجة. أمامنا ضغط قوي نفسي على طول. هنا مريمي الكرة العالية يا ولد محمد الشناوي. المرة دي زيزو ادي التمريرة. تريزيجيه رايح انفراد لكن جنحت منه الكرة. لسه الكرة خطيرة وحاولت تريزيجيه لسه ده على طول محمد. يا ولد يا محمد يا صلاح عملها حلوة. تريزيجيه انتظار صلاح يلم يدخل في العمق يحاول استغلال الخبرات. اتلعبت سريع. زيزو على طول ادي استلام محمد صلاح يصلح لإمام.
هي لازم كل مرة تعقرب كده؟ ارجع دافع. يدافع بكل يعني روح وبكل اصرار. عدت الكوره خطره للفوستر، يصلح للخلف، تسديده الشناوي رائع. بس الشناوي الحقيقي وصل يا رجالة. النهارده قصه تانية. بص الكوره كوره ايه، رجعت من رامي والراجل على لعبها سدد كوره خطيره يا ولد. بقى هو ده الدفاع الشوربة والحارس اللي ما بيعرفش يصد. عاش يا كابتن حسام. انا بقالي سنين يا جدعان ما حسيتش بالروح اللي موجودة عند المنتخب. الماتش ده بنلعب ولا كأننا ناقص مننا واحد، بندافع وبنعمل تاكلينجز وبلوكات. مفيش حاجة هتعدي ومفيش حاجة بتعدي. اللعيبة مستقتلة وبتأدي بروح بقالنا كتير ما شفناهاش. كعبه خطيره ولا ده الشناوي. اسمه السوبر شناوي لو سمحت. سيادة معالي حارس مرمى مصر الأول. طاحها في توقيت مميز جدا. خطره الكره دي خطره، لكن اعاده ومحاوله، وعلى طول المره دي التدخل وحكم اللقاء. حكم اللقاء القرار ايه من خارج منطقه الجزاء. خارج منطقه الجزاء. اليد شوف الاعاده ايده اللي مرتكزه دي ايده بره. يا جدعان حرام عليكم. هو انا كل ما اتحمس ويبقى عندي امل يحصل كده؟ الباسيفيك هل يعطي ركله جزاء لمنتخب جنوب افريقيا؟ مفيش. الحمد لله الحمد لله، يا رب تكمل على خير. محاولة جديدة هنا. ادي امامنا الشناوي يا ولد بقبضة اليد الشناوي. صواريخ بوكوينا يلعب الركنية، بوكوينا الرأسية خطره. لا 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 لا، انا مش مصدق يا جدعان. ايه يا شناوي الاداء والمستوى ده؟ 8 تصديات ان شاء الله تستمر. كل ده ابطال النهارده في مباراة اليوم، لكن كرة تعود طفش يا شنو. صفر بقى يا عم ما تهلكناش. هينهي الامور المنتخب المصري مع اغلى 3 نقاط وفك عقدة جنوب افريقيا. تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا احمد مجدي، سلام.